في العادة لما بنقول كلمة مثقف بيبقى أول حاجة تيجي في بالنا شخص لابس نضارة كعب كوباية وشعره منكوش أو جايبه على جنب، وطول الوقت بيبقى معاه كتاب لازم يكون بيقرا في نصه. متعرفش يعني احنا عمرنا ما قفشناه وهو بيبتدي كتاب، لازم يكون لسه في نصه. المهم يعني دي بتبقى الصورة اللي بتيجي في بالنا كلنا لما بنقول مثقف، وكالعادة فأنا جاي أقولك إن مش شرط. أنا عارف إنك عارف إنه مش شرط، وعارف انك عارف اني عارف انه مش شرط، بس ليه بقى مش شرط؟ ده موضوعنا المره دي. المفروض ان عنوان الحلقه الاصلي كان كفايه قرايه على الفاضي، بس عشان محتاجين نجيب مشاهدات بقى وكده. انا عمرو جميل وده على الورق. بداية قصتنا بترجع للقرن ال15 وبالتحديد سنة 1440 لما المهندس الألماني يوهانس لوتنبرج أعلن عن أول طبعة في التاريخ. الطبعة دي كانت بتشتغل بنظام قوالب وأختام كده بحيث إنها تطبع الحروف جنب بعضها، وده كان اختراع في قمة الثورية، لأنك لأول مرة في التاريخ بقت تقدر تطبع كتاب 300 صفحة في أقل من 20 دقيقة، بدل الشلل اللي كنا فيه قبل كده والوقت اللي بيضيع في النسخ اليدوي. والأول مرة في العصر الحديث يأثر اختراع واحد على مسار العالم كله. قبل ظهور اختراع الطبعة وانتشار الكتب كانت المعرفة بتتنقل بطرق كتير قوي، منها مثلا حاجة زي الحكايات الشعبية، قصة ملحمة جلجامش أو إيزيس وأوزوريس أو كليلة ودمنة، كانت بتتنقل ليل نهار على لسان الناس، والكبير بيحكيها للصغير والصغير بيحكيها لاصحابه، وزي ما انت شايف دايرة وما بيقفش معاها انتقال الثقافة والمعرفة من جيل لجيل. لكن طبعا اكيد انت فاهم مشكله حاجه زي كده كانت ايه، وهي انك بشكل او باخر ما تقدرش تقول انك كنت بتنقل معرفه حقيقيه بين الناس، ممكن بس مجرد بتنقل مجموعه من العبر والقيم ما بينهم، وده بالمناسبه احد مكونات الثقافه يعني، لكن ما كنتش بتقدر تنقل حاجه فعلا يعتمد عليها، وبالتالي فكنا محتاجين شكل تاني لنقل المعرفه بتاعتنا. الشكل ده هو الاحجار والمخطوطات، واللي اتطورت بعد كده لصوره الكتب المكتوبه بشكل يدوي. وهنا كان بيكون عندنا مشكله تانيه الحقيقه. المشكله كانت هي ان الحاجات دي بيبقى فيها معرفه حقيقيه ممكن تبني عليها، لكنها كانت محدوده جدا. لا، ما اقصدش المعرفه بتاعتنا كانت محدوده، اقصد ان الكتب نفسها عددها كان محدود. مين في الدنيا ممكن يقعد ينسخ 1000 نسخه من كتاب معين الا اذا كان هيدفع وزنهم فلوس للموظف اللي قاعد ينسخه؟ ومين ممكن يشتري كتاب ثمنه بيساوي مرتب 4 شهور لفرد الا اذا كان الشخص ده فاحش الثراء؟ هنا ده كان بيخلي نسخ الكتب والمعارف نسخ محدوده جدا، يا موجوده في المكتبات العامه يا اما موجوده بس عند الارستقراطيين، وعشان تطلع على كتاب من دول ممكن كنت تحتاج تسافر شهور من بلد لبلد، بل واحيانا من قاره لقاره. وده طبعا قلل من اهميه الكتب بالنسبه لغالبيه الشريحه المتعلمه، وخلاهم بيتجهوا اكتر لتواتر المعرفه دي شفهيا، بينقلوا البعض بالكلام يعني عن طريق مجالس العلم والمؤتمرات والمحاضرات. هتقولي ولازمتها ايه كلمه محاضرات؟ ما انت لسه قايل مجالس علم، وانت لازم تحشي كلام وخلاص؟ لو رجعت دورت ورا كلمة زي ليكتشر واللي معناها بالإنجليزي محاضرة، وتتبعت أصل الكلمة دي باللاتيني هتلاقي كلمة ليكتور أو قارئ. واللي كان بيحصل إن المحاضر ده كان بيقف على المنبر كده، يفتح كتاب ملوش أي نسخ ويقراه على مرأى ومسمع الحضور، أو مش بيشرح حاجة لا سمح الله، هو مجرد بس بيقرأ. كتر خيره والله، عشان ما تبقاش تلوم على المعلم اللي بيقرا السلايدات في المحاضرة، شكلها كده طلعت حاجة في جينات أسلاف. المهم يعني كل ده بيوضح لنا قد إيه فكرة الوصول للكتب كانت صعبة جدا، لدرجة إن كان في واحد بيقرا المجموعة عشان ما يقطعوش بعضهم على الكتاب. يفكرني بمعاناة أحمد عيد وأصحابه في فيلم ثقافي. الرحلة اللي خدناها من شوية دي كانت بهدف إننا نفهم حاجة مهمة أوي، إن الكتب عمرها ما كانت المصدر الوحيد للمعرفة، بل خليني أزيدك من الشعر بيت، هي مش أفضل طريقة كمان للشيء ده، وخليني أقول لك ليه. حسب مؤسسة جالوب، واحدة من أشهر مؤسسات الاستطلاع وتحليل البيانات، ف 30% من البشر هم auditory learners، أو ببساطة خالص بيتعلموا بودانهم. وخليني أشرح لك الموضوع بشكل أوسع شوية. البشر بشكل عام كل واحد فيهم بيتعلم بطريقة مختلفة عن غيره. في ناس بتتعلم أفضل بإن هي تشوف بعينيها، ناس تانية لازم تعمل الشيء بإيدها عشان تتعلم، ناس ما بتعرفش تتعلم غير في مجموعات مع زمايلهم، وناس تانية ما بتحبش تتعلم غير لوحدها. كل مجموعة من البشر ليها طريقة خاصة بيها بتكون أفضل عشان تقدر تستوعب أي معلومة بتخش لها. لما خدنا بالنا من الموضوع ده لفت نظرنا لأن البشر ما ينفعش كلهم يتعلموا بنفس الطريقة. ما ينفعش مثلا تيجي على واحد بيتعلم بعينيه وتجيبه تقعده في محاضرة كلام بس، مش هيستوعب كويس. وما ينفعش تيجي على حد اوديتوري بيتعلم بودانه وتحجر عليه وتمسكه كتاب، برضه مش هيستوعب كويس. وده بيفسر ليه مفيش طريقة واحدة فعالة لحاجة زي المذاكرة. فالحل إن كل واحد يشوف اللي بيناسبه أكتر، الطريقة اللي بتريحه في الدراسة، ويعتمدها كأسلوب تعليمي. بس لحظة.
الموضوع برضه مش بالبساطة دي، وده لأنك لما بتتعمق أكتر في الدراسات دي بتكتشف حاجة تانية، إن محدش فينا 100% فيجوال أو 100% أوديتوري، مفيش الكلام ده كده خيال علمي. لكن اللي هتلاحظه هو إن كل واحد فينا بيبقى عنده أسلوب غالب على طبيعته، في نفس الوقت اللي بقية الأساليب بتكون موجودة فيه عادي. بمعنى إنك مثلا ممكن تكون 40% سماعي، 20% بصري، 15 حركي، وده بيفسر ازاي في ناس بتبقى متقدمه اكتر في المنظومه التعليميه عن غيرها رغم ان مجهودها اقل، ويفسر برضه ليه الشخص ممكن يتفرج على فيديو يوتيوب زي ده او فيلم وثائقي ساعتين وما يستحملش يقرا صفحتين 3 على بعض. لان المواد دي بتستهدف كل الحواس بتاعتك، تضمن ان الكل بيقدر يتفاعل معاها، وبتضمن برضه انك بكامل تركيزك سواء عينيك او ودانك او آلية تفكيرك. مؤثر بصري يخطف عينيك، سؤال يثير فضولك ويخليك تتفاعل، صوتي اللي في ودنك والمزيكا اللي في الخلفيه، كلها بتكون ماده اعلاميه ومعموله بناء على الدراسات دي، والاشطر في تحفيزها هو اللي يقدر يخليك تكمل الفيديو للاخر. بالمناسبه يعني لو انت وصلت لحد هنا فده معناه انك مستفيد، فما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه لان ده بيساعد كتير. يعني من الاخر كل واحد فينا بيبقى عنده اسلوب غالب على طبيعته، الاسلوب ده بيكون هو الانسب ليه لو حابب يتعلم اي حاجه. وعلى ذكر ده بقى خلينا نكمل في السياق التاريخي بتاعنا ونشوف بيقول ايه. في الفترة اللي قبل اختراع الطبعة كنا نقدر نقول تقريبا إن المؤسسة الوحيدة في أوروبا اللي بتنسخ في الكتب هي الكنيسة، وكانت مخصصة جواها ورش معينة معروفة بمعامل الكتابة أو السكريبتوريا، واللي كان شغال فيها رهبان متخصصين في نسخ الإنجيل. أما عندنا هنا في الشرق الأوسط فكانت مجالس العلم والكتاتيب والخطب في المساجد والجامعات هي مصادر المعرفة الرئيسية، وما كانش من الطبيعي إنك تشوف كتاب في إيد حد إلا إذا كان متخصص، وكمان ما كنتش هتشوفه غير في واحدة من المكتبات العامة زي بيت الحكمة في بغداد ومكتبة دار العلم في مصر ومكتبة قرطبة في الأندلس، على كم مكتبة تانية كده بيتعدوا على الصوابع، واللي كان لازم تسافر لهم من بلد لبلد عشان بس تقدر توصل للكتب اللي انت عايزها. لحد ما يجي القرن ال15 وكل ده يتقلب على دماغنا حرفيا، هو اتقلب على دماغنا. عمك جوتنبرج حرفيا عمل طفره في التاريخ الحديث، وده لانك في نفس الوقت اللي حركه النسخ والطباعه كانت شغاله الله ينور في اوروبا، واللي معاها نقدر نقول انها كانت بدايه عصر النهضه عندهم، كان عندك هنا في فتاوى بتحريم استخدام الطبعه ومنع استخدامها قانونا باوامر من الحاكم، وده بشكل او باخر عطل التقدم في الرقعه الاسلاميه لتقريبا 300 سنه، طبعا مع عوامل تانية تسببت في ده زي الفساد والحروب والهزائم المتكرره في نفس الوقت اللي اوروبا كانت طايره بسرعه الصاروخ في النهضه بتاعتها دي. طيب ايه اللي ممكن نستفيده من الكلام اللي احنا لسه قايلينه ده؟ اللي ممكن نستفيده هو ان مجرد حظر شكل من اشكال اكتساب المعرفه ممكن يحرم ناس كتير جدا من فرصه التعليم. ابسطها لك، فكره ان انا اقول لك ان مصدر المعرفه الوحيد هو الكتب، فده معناه ان لو انت ما بتحبش القرايه فانت مالكش فرصه انك تتعلم، انت خلاص كده معدوم فيك الامر، رغم ان ده مش بالضروره يكون صحيح، ان في 1000 طريقه تانية ممكن تكتسب بيها المعرفه دي، بدليل ان احنا قعدنا قرون في وقت الدوله الاسلاميه بننقل المعرفه بتاعتنا بالتواتر اكتر من الكتب. فعندك مثلا حاجه زي البودكاست، برنامج صوتي لطيف كده بيبقى فيه مذيع مستضيف خبير وبيتكلموا في موضوع معين بالساعات، لدرجه ان في انواع منه بتبقى كانها دورات في حاجه معينه وعلى حلقات، وممكن توصل لنفس فايدة وتعمق الكتاب لو اللي بيسمع استفاد منها بشكل كامل، بس بلاش مصريين يعني ده المصلحة. وعلى ذكر الكتب برضو عندك مثلا الكتب الصوتية، واللي بتكون تسجيل صوتي لشخص بيقرا كتاب انت مش حابب تقراه بعينيك فبتسمعه بودانك، والكتب الصوتية دي هتلاقيها حرفيا في كل حتة، يعني لأغلب الكتب يعني، وفي منها كتير جدا مجاني على اليوتيوب، غير المحاضرات المسجلة اللي بتعملها الجامعات واللي بتكون في الأساس لغير المتخصصين، أو مثلا سلاسل الفيديوهات اللي بتستهدف مواضيع معينة وبتشرحها. وضعف الإيمان خالص لو أنت كسول لدرجة إنك مش هتعمل ولا حاجة من دول، فأنت ممكن تعمل حاجة أخف من كل ده، وهي إنك هتحوط نفسك بالمثقفين وتسيب الباقي عليهم، لأن القعدة معاهم وإنك تسمعهم وتتناقش معاهم بتفرق كتير جدا في حصيلة المعارف اللي عندك، بس خليك متواضع يعني وما تتكلمش كتير عشان تتعلم. بص، هو أكيد مش كل الحاجات اللي قلتها ينفع تستبدل القراية، لكن بصراحة الجمع بين الحاجات دي ممكن يعدي أصلا فايدة القراية. يعني من الآخر الطريقة نفسها ما هياش مهمة، لأن القراية هي مجرد وسيلة لاكتساب المعرفة، فلو في وسيلة أفضل بالنسبة لك بتديلك المعرفة دي، ده كفيل إنه يخليك زيك زي أي شخص بيقرأ وممكن أحسن كمان.
جون ساذرلاند في كتابه تاريخ الأدب كان بيقول إن خلال فترة قصيرة من اختراع الطبعة ظهرت لنا شوية مشاكل. المشاكل دي كان سببها ظهور مؤسسات جديدة ما كانتش موجودة قبل كده. المؤسسات دي كانت دور النشر. دي بتبقى زي شركات أنت كمؤلف بتروح تتفق معاهم إنهم يطبعوا لك الكتاب بتاعك ويسوقوه ويبيعوه، زي دار المعارف وعصير الكتب كده. المهم يعني في الوقت ده دور النشر كان بيحصل بينها وبين الكتاب مشاكل كتيرة جدا حوالين ملكية الكتب وحقوق الطباعة والنشر. ده بدوره بدأ يسن قوانين جديدة زي قانون حق المؤلف وقوانين الطبع والنشر، او ببساطه يعني الكوبي رايت لو سمعت عنها قبل كده. بس المشكله الاكبر كانت الظاهره اللي انتشرت في القرن ال18 لما بدات دور النشر تتعامل مع الكتب كانها مصدر للارباح. فمش مهم احنا بنطبع ايه، ولا مهم هو مفيد ولا لا، المهم انه بيبيع. وده تسبب في ان السوق بقى غرقان بروايات وقصص مبتذله من النوعيه اللي هي بتبيع دي. تخيل ان ما طلعش الموضوع عندنا بس. المهم يعني ده على الورق زود جدا في حجم الشريحه اللي بتقرا، لكن كان السؤال، هل الفئة دي كلها نقدر نقول عليهم مثقفين؟ لو سألت أي حد في الدنيا وقلت له تفتكر مين هو الشخص المثقف، هيقول لك هو الشخص اللي يعرف حاجات كتير. لكن في الحقيقة ده مش بالضرورة يكون صح، لأن أي نعم المعرفة الكبيرة بتكون أهم عامل لتكوين عقلية مثقفة، إلا إنها مش بالضرورة كل شخص عنده معارف واسعة إن هو يبقى مثقف. وخليني أبسطها لك أكتر. لو قلنا إن في مصنع، المصنع ده هو دماغك، المصنع ده جواه مواد خام، ودي بقى هي المعارف اللي جوه دماغك. فلو المصنع ما فيهوش غير مواد خام، ما فيهوش عمال ولا آلات، هتبقى كل المواد الخام دي او المعرفة اللي عنده يعني ملهاش اي لازمة، مش هيقدر انه يستفيد منها بشكل حقيقي. وده معناه ان العقلية المثقفة لازم تبقى قادرة تحلل وتنتقد وتركب المعلومات اللي عندها دي وتستفيد منها في تكوين وجهة نظر سليمة. لكن خد بالك، لو آلية التحليل والنقد والتفكير دي كانت مع معرفة محدودة أو معرفة عشوائية، فده هيطلع لنا وجهة نظر غير موضوعية، أو بمعنى تاني هيطلع لنا رأي أو وجهة نظر ممكن ما تكونش هي الصح. وده لأن المواد الخام ما كانتش كافية أو ما فيش ما بينها تناغم، بسبب إنه بيقرأ من هنا شوية ومن هنا شوية بشكل سطحي كده. فطبيعي لو ده حصل هتلاقي إن المنتج النهائي ما هوش كامل، نتيجة طبيعية جدا. وعشان كده بنقول إن لازم يبقى عندك مواد كافية في المصنع ده، ويكون عندك عمالة وآلات كافية تتعامل مع المواد دي، لأن لو في حاجة منهم نقصت هيبقى عندك مشكلة في المعادلة، وبالتالي مش هتقدر تطلع منتج سليم. احنا قلنا ان الثقافة بتتكون من حاجتين، اول حاجة هي المعرفة، وتاني حاجة هي انك تكون قادر تستفيد من المعرفة دي. ولو بنينا على الاعتبار ده فممكن نقول انك في وقت مختلف ومع ناس مختلفة ممكن معرفتك دي كلها ما تبقاش مفيدة ولا ليها اي لازمة، او حتى طريقتك في تحليل المعرفة دي نفسها ما تبقاش عملية بسبب البيئة، وبالتالي تبقى ثقافتك نفسها ما بقتش مفيدة او ما بقاش ليها قيمة. وبالتالي فوسط الناس التانية دي انت ما بقتش مثقف بسبب ان معرفتك بالنسبة لهم عادية، او بسبب ان عقليتك اقل منهم كلهم. فانت بالنسبة لهم مجرد شخص عادي، على عكس بيئتك القديمة مثلا اللي كان الجهل متفشي فيها، وكنت انت بالنسبة لهم سقراط المنطقة. الموضوع بالظبط زيه زي فكرة القوة. لو انت شخص قوي فانت ممكن تكون قوي بس بالنسبة للمحيط بتاعك اللي كله ضعفة، وممكن في مكان تاني وفي بيئة تانية تبقى انت اضعف واحد في الناس الموجودين، رغم انك ما اتغيرتش في اي حاجة، لكن البيئة بتاعتك هي اللي اتغيرت. وهي دي الفكرة. المفروض ان الثقافة في حد ذاتها مش بتكون هدف عند المثقفين الحقيقيين، لانهم عارفين كويس ان الموضوع مش ثابت ونسبي، وان الموضوع بيختلف حسب البيئة، وبناء عليه فويل لطالب العلم إن رضي عن نفسه. وعشان كده الثقافة بتعتبر مجرد أداة ممكن تحمي بيها نفسك واللي حواليك، أداة ممكن تعيش منها، أو ممكن تعتبرها مجرد أداة لاكتساب البرستيج، أنت حر. لكن ما تنساش إن هي في حد ذاتها كده ما ينفعش تكون هدف، زيها زي الفلوس كده، بل هي أكتر شوية. الخلاصة هي إن مفيش طريقة معينة لاكتساب المعرفة، ولا في كوليكشن كتب كده حد هيقولك عليه فتقراه تبقى مثقف. وبالتالي فأنت ما ينفعش تعتبر القراية هي المصدر الوحيد أو حتى المصدر الأفضل للشيء ده. كمان فكرة الثقافة في حد ذاتها زي ما قلنا هي مجرد وسيلة لحاجة تانية، وده بسبب نسبيتها من وقت لوقت ومن مكان لمكان، مجرد بتعتمد على الشخص وعلاقته بالمحيط بتاعه والوقت اللي هو فيه. فمن الآخر ما تتعاملش مع نفسك على إنك داخل سبق. خد راحتك وتعلم بالشكل اللي يناسبك، واهضم الشيء اللي بتتعلم عنه، وافتكر انك مش محتاج اي شيء غير شوية فضول وصبر وتواضع، دول اهم حاجة. وبس كده. انا عمرو جميل، وده على الورق. سلام عليكم.